إعلان لاعيبة النادي الأهلي لفيلم ولاد رزق أجمد من الفيلم نفسه. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يا عم جاي اجيب فشار، يا عم انجز، ايه اعمل ايه يعني؟ داخل سينما ولاد رزق؟ الحق القاضية بقى علشان يخاف مني، وانا اللي فاكره عازمني لوحدي؟ هنا او هنا او هنا، ما يتخافش علينا. انت هنا ايه ده؟ انت بتقولي فشار؟ يا ابني ارحمنا بقى، هيبقى فيلم جامد. مش قاضية؟ يبقى جامد بس مش اجمد من القاضية بتاعتي. امال فين؟ Hi guys, I'm so excited. أفلام مصري. You ready? أولاد رزق قاضية، قفشة قاضية. ريدي. Let's go. يلا 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 يلا. لا ده فيلم قاضية بجد. هي بتاعتي. مش قلنا هنبطل؟ بعدها هنبطل. قبل كل شيء كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا يا رب. اشترك لي بالقناة وفعل الجرس واعمل لي لايك وتعالى نعرف الموضوع ده فيه. فيلم ولاد رزق إيراداته في أسبوع واحد 35 مليون جنيه، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما في أفلام عيد الأضحى. ذكاء من تركي آل الشيخ اللي استعين بلعيبة الأهلي في إعلان ترويج للفيلم. وكمان الممثل سيد رجب بيقول لأحمد عز ما تيجي الأهلي ده إمام جه. الاهلي بقى ده امام جه بطولات. بصراحة الإعلان جامد والفيلم جامد ومصروف عليه، بس الأهلي ولاعيبته فشخوا الزمالك حرفيا. قفشة والقضية وإمام جه الأهلي، يعني حرفيا الزمالك اتحفل عليه. في نقطتين مهمين عايز أتكلم عنهم. النقطة الأولى الزملكاوية اللي بيحكوا وبيقولوا إمام شتم إدارة النادي الأهلي وإنه انتمائه زملكاوي لحد دلوقتي وبيلعب في الأهلي بقلب زملكاوي وإنه بيحب الزمالك والكلام الأهبل ده اللي شغالين يقولوه. يا زملكاوية في حاجة في كرة القدم لو انتم ما تعرفوهاش اسمها الاحتراف، اما الانتماء شيء تاني خالص. مثلا انا زملكاوي هدافع عن فريقي داخل الملعب وخارج الملعب، ولما امام جه الاهلي اعتذر لجمهور الاهلي وفي كل هدف يسجله كان بيجري على الجماهير ويديهم التحية، وكمان اعتذر إدارة النادي الاهلي وده الخطيب. انت يا زملكاوي مش عايز تفهم ان في حاجة اسمها احتراف وفي حاجة اسمها انتماء، وانت بتخلط الامور. ده مثلا لو افترضنا ان امام بيحب الزمالك، وانا يعني ما اظنش ان امام بيحب الزمالك، خلاص هو الراجل بدأ في الزمالك وصدقني هينهيها في الاهلي، ولو راح فريق تاني برضه هيبقى انتمائه للفريق التاني. اول ما امام راح الاهلي المفروض الزملكاويه خلاص انسى امام، انتهى من الزمالك خلاص انساه. تعال بص كده على اعلام ولاد رزق، وكمان بص على حلقه رامز جلال اللي كان معاه ميدو في رمضان. حتى ميدو شغال يقول له انت من جواك زملكاوي، انا عارف انك زملكاوي. ايه الكلام ده؟ هو زملكاوي؟ مين اسمع كلام؟ مين هو زملكاوي؟ ايه؟ اهلاوي. اه بيقول لك عندك اللي ورا. هتفضل في الزمالك ولا هتروح الاهلي؟ انجز. هروح الاهلي بقى. تعجبني. انتوا مش مستوعبين الألم اللي خدتوه لحد دلوقتي، ومش مستوعبين ان امام بقي اهلاوي، خلاص بقي اهلاوي. الاهلي فريق بطولات. لما امام ساب الزمالك وكلنا شايفين وعارفين دلوقتي امام بقي احسن لاعب في مصر وكمان بقي ترند لحد دلوقتي. خلاص الزملكاويه ان استغنى فخليك عنه اغنى. النقطة التانية اللي مضايقاني شخصيا إن تركي آل الشيخ لما غلط في إدارة الأهلي وفي النادي الأهلي وفي جماهير النادي الأهلي في فترة من الفترات، بس الراجل ده عارف قيمة الأهلي كويس، عارف معنى كلمة الأهلي وعارف معنى فريق الأهلي وجماهير الأهلي وكيان الأهلي. عشان كده اختار الكارت الربحان اسمه تاريخ النادي الأهلي، أشهر وأحسن نادي في أفريقيا لا يختلف عليه اتنين. وكمان عشان محدش بيقول لي انت بتبالغ، انا بكلمك دلوقتي بالارقام. الاهلي 12 بطولة ابطال افريقيا والزمالك 5 بس، يعني الزمالك مركز تاني وكمان مقسمه مازيمبي بخمس القاب. يعني انت بتتكلم 12 فرق من 5، يعني بطل افريقيا بلا منازع. لازم الزملكاوية تعرفوا الكلام ده كويس وتفهم وتحاول تبقى زي النادي الاهلي. وكمان محليا الاهلي محقق الدوري المصري 43 مرة والزمالك 14 مرة، بس شوف الفرق، يعني حتى مش النص. وكمان كاس مصر وغيره وغيره. فهنا انت بتتكلم عن الاهلي الاكثر شعبية والاكثر بطولات، وانت يا زمالك مركز تاني، ما تنساش انك انت مركز تاني. فمن الطبيعي تركي آل الشيخ يستعين بالاهلي لترويجه للاعلام. وكمان مقطع سيد رجب واحمد عز لما قال له ما تيجي الاهلي ده امام جه. تركي آل الشيخ راجل بيعرف يكسب كويس وبيعرف يستثمر فلوسه، واختار النادي الاهلي في ترويجه عن الفيلم.
مع ان الفيلم فيه نجوم شباك اول، يعني مش محتاج النادي الاهلي في الترويج. بس ذكاء من تركي آل الشيخ انه يجمع جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك ويعمل ضجة قوية جدا، ويكون في تحفيل وشد وجذب ما بين الزمالك والاهلي، والفيلم ايراداته تزيد. لك ان تتخيل ان الفيلم محقق 35 مليون في اسبوع واحد، ويكون ترند لحد دلوقتي عشان يقعد اكتر فترة في السينما ويحقق ايرادات اكتر واكتر واكتر. بس بصراحة لما تستعين في اعلان بنجوم النادي الاهلي فتعرف انك هتنجح وتحقق ايرادات اكتر مما تتخيل. ومن ذكاء تركي آل الشيخ حط القضية في عنوان للفيلم. كبقت القاضية قاضية 40 متر لايك مي افشار. يعني حتى تركي آل الشيخ بيحفل على الزمالك وفشخ الزمالك حرفيا، واختياره الأفشة لأنه هو صاحب الهدف الأغلى في تاريخ النادي الأهلي، وكولر وعبد المنعم، وكمان ما ننساش إمام عشان يعمل ضجة. يعني إمام ساب الزمالك وجا الأهلي، ففهم بقى زملكاوي بقى. واي لاعب في الزمالك لما يجي له عرض من الأهلي بيفكر إن الأهلي أكتر شعبية في الوطن العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.